السلام عليكم. بتواصل الحديث مع حضراتكم. والنهارده الكتاكيت اللي قدامنا دهيت عمر 3 أيام. وزنها كويس، وزن مثالي خالص. كان كتير من الناس بيسألني ننزل مية بسكر ولا محلول جفاف بيطري أو بشري ولا عسل أسود. قلت يا جماعة أي حاجة للكتاكيت بتاعتنا. خلاص احنا جبنا الكتكوت من عند البياع او من المحل، بنجيب هنقول الحاجه المتوفره في البيت عندنا هي السكر، فهنستخدم السكر. طيب هنستخدم السكر قد ايه؟ المعلقه دهيت كده 5 جرام. السقايه اللي قدامنا دهيت بتشيل لتر ونص ميه. احنا هننزل على اللتر الميه 10 جرام، يبقى دي 1 5 و5 10، وادي 5 كمان يبقوا 15 جرام. وبدوبهم كده في شويه ميه. ادي لتر ونص، واحنا بنحط على اللتر الميه 10 جرام، وده لتر ونص 15 جرام. طيب السؤال، ننزل الميه بسكر او المحلول الجفاف او العسل الاسود ده قد ايه؟ احنا هنقول حاليا احنا بننزل السكر، بس بقول الوقت بتاع الحاجات دي قد ايه؟ بنقول يا جماعه من 6 ل 8 ساعات، لو زادت قوي تبقى 12 ساعه، لان كتر الحاجات المسكره دهيت بتتعب البنكرياس بتاع الكتكوت بتاعنا، وبتعمل له مشاكل وممكن تعمل له اسهال. ولكن احنا بنحطها علشان الكتكوت دهوت بيبقى جاي في جو وحش، جاي في عربيه مطبات، فبنحاول نديله حاجه كده ايه تعوضه الاجهاد اللي مر بيه خلال خروجه من الشركه او المعمل او المفقس، علشان ما يحصلهوش اي حاجه. فبنديله حاجه كده تعوضه للاجهاد دوت، حاجه مسكره، جلوكوز زي السكر اللي انا بدوبه لحضراتكم ده. خلاص اهوت دوبت السكر تماما في سقايه صغيره كده اهوت. ممكن نحط نص لتر لو 10 كتاكيت، نحط عليهم 5 جرام. لتر لو 20 نحط عليهم 10 جرام. والوقت من 6 ل 8 ساعات فقط لا غير. ونستخدم السكر، لان السكر عشان محدش يقول ايه طب محلول جفاف احسن، طب عسل نحل. يا جماعه هو الهدف ان انا بعوض الكتكوت، بديله حاجه مسكره زي واحد كده ايه هفتان كده، فبنديله يقول لك اشرب ميه بسكر علشان ايه الهفتان دوت. فهو وفي نفس الوقت اي نعم هي حاجه كويسه ومفيده، ولكن بتاثر على الكتكوت بتاعنا، ممكن تعمل له مشاكل في البنكرياس وفي الانزيمات بتاعه يعني المسؤوله عن عمليات الهضم وكده يعني. فده كل ما بيتعلق بالوقت والجرعه بتاعه محلول الجفاف. السكر 10 جرام على لتر ميه. محلول الجفاف البشري العلبه فيها 12 كيس، اتحطوا كلهم اللي هم 4 جنيه وربع دي، اتحطوا كلها على لتر ميه. البيطري على حسب الشركة، لو مستورد بننزل جرام، لو مصري أو محلي بننزل 2 جرام على لتر مية. عسل نحل أو عسل نحل 1 جرام 1 سنتي معذرة على لتر مية. عسل أسود 3 سنتي على لتر مية. الوقت كله من 6 ل 8 ساعات، أقصى حاجة 12 ساعة. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله أتواصل مع حضراتكم في أي معلومة تفيدكم. شكرا.